نعرف السادة المشاهدين هل التجميل بيبقى طبيعي، يعني اللي هو الحاجات طبيعية، اغسل وشك مش عارف ايه، كل كويس الكلام ده، ولا فعلا للمواد الكيميائية دور مهم وفعال اللي هي الميك اب وما الى اخره؟ هو انا عامة ضد موضوع الميك اب والحاجات دي. يعني الحاجات اللي هي بتتعمل زي البيبي جلو اللي هو الفاونديشن الطبي المؤقت اللي بيقعد 6 شهور مثلا، او الليب كالر اللي هو بيلون الشفايف، الحاجات دي كلها رغم ان هي من ضمن شغلي الا اني ضد الحاجات دي، لان كل حاجه طبيعيه بتبقى احلى. يعني مثلا لو جالي حد عنده مشكله في بشرته وطالب انه يخفيها، انا بقول رايي ان انا ممكن اعالجها لك احسن وهديك نفس الافكت بالمواد الطبيعيه، هعالجها بحاجه تانية، هثبت لك ان انا عالجت لك حاجه طويله المدى من اني اخفيها لك. لا يعني انا بشوف انتوا احيانا بتستعملوا الخيار ومواد طبيعيه فعلا. دي الماسكات والسكرابات بتاعتنا احنا، ده بيبقى تحصيل حاصل في البيت. ده بيبقى حاجه كده مع نفسك في البيت، روتين ليك يعني. طيب انا اولا سعيده بفقره حضرتك دي جدا يعني. لاني انا مع العناية بالبشره طبعا، مش تجميلها بالظبط. عشان انا بس اوضح للساده المشاهدين في فرق كبير بين التجميل اللي هو بالزبط. احقن وشي بوتوكس وفيلر وخيوط والحاجات دي، لكن العنايه بالبشره او السكين كير ده حاجه تانية، وانا بفضله الحقيقه، واعتقد اغلب الناس بتفضله لانه طبيعي اكتر بالزبط. فبشوف ان كل ما البشره كانت رايقه وصحيه ده بيبين جمال المرأة أو البنت أكتر من إن أنا ألعب في وشي يعني. وده اللي تخصص حضرتك اللي أنا سعيدة بيه هنتكلم فيه النهاردة. فممكن تكلمينا عن إيه الحاجات الجديدة، لأن في ناس كتير بيسمعوا التجميل إيه ونعمل ونحط ونعمل ماسكات كلها حاجات وقتية. يعني أنا أعمل ماسك أسبوع بالكتير والمفعول هيروح. إيه اللي عند حضرتك بتشتغلي بيه بيميزك وجديد في سوق العناية بالبشرة يعني؟ بصي، هو غالبا دلوقتي اللي منتشر اكتر الفيلر والبوتوكس والحاجات دي. انا ضد الموضوع ده جدا، مش ضد الناس اللي بتشتغل في ده. طبعا لا ده تجميل. انا مع احترام للناس احنا دي، بنحافظ على بشرتنا، انا ضد الموضوع صحية. ده. انا واحده من الناس ضد الموضوع ده وبالتالي عرفت ادي نفسي نفس الافكت ليا انا من غير ما احقن. انا ما بحقنش. هقول لك، لو انت مثلا استخدمتي سيرم الهيالورونيك اسيد بس بنسب معينه وتعرفي تحطيها ازاي على وشك، مع كتر الاستمرار هتملى المكان اللي انت عايزاه. يعني ما حقنتش، الميعاد مهم، ما حقنتش بالظبط. اما تيجي تعملي بتوزعي ازاي بالظبط، عكس عقارب الساعه، فبتعملي ايه، فبتديكي نفس الافكت، بتملى المكان اللي انت عايزه تحقني فيه. وانا ما حقنتش طبعا، ده تحت اشراف حضرتك، ما ينفعش حد يعمله كده من نفسه. لا عادي. ليه؟ لو انت عندك الفايل او عندك السيروم بس تبقي واثقه انه جاي بيور مش ملعوب فيه خالص، هيبقى لك روتين في البيت تعملي فيه اللي انت عايزاه. طيب وعند حضرتك في المركز ايه اللي يعني ايه شغل الجديد اللي عندك؟ لا هو مش موضوع جديد، موضوع اني بفضل جدا علاج الديرمابين، مش الديرمابين للنضاره والتفتيح اللي الناس كلها عارفاها، لا الديرمابين كعلاج. مثال مثلا زي الندبات والكلف والنمش والاسمرار والهالات السوداء اللي بتبقى اوفر قوي عند اغلب البنات. صح. الحاجات دي كلها بفضل ان انا اعالج. ممكن تجيلي بنوته تقول لي عايزه اخفي ده، طب انا ممكن اديكي نفس الافكت ده في علاج طويل المدى. ايه رايك؟ مع ان انا بالنسبه لي لو انا خفيته هتبقى سعر الجلسه اعلى. بس ليه؟ طب ما انا اقدر اعالجهولك وانتي اختاري براحتك. طيب